بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار النادي الأهلي السعودي. في البداية ما تنساش عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس علشان توصلك كل أخبارنا الجديدة. حسمت تقارير صحفية واردة مؤخرا عن موقف علي مجرشي ظهير أيمن النادي الأهلي من اللحاق بالمواجهة القادمة ضد نادي الطائي في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. فوفقا لما ذكرته إحدى الصحف الرياضية السعودية، فإن علي مجرشي لا يزال يواصل برنامجه العلاجي المكثف للحاق من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ويتوقع الجهازين الفني والطبي للنادي الأهلي عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية قبل المباراة المقبلة، والتي من الممكن مشاركته فيها بشكل أساسي. وفي سياق آخر، وبعد أن أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع موهبة أوروبا فيجا رسميا، كشفت تقارير صحفية عن موقف نجم خط وسط النادي الأهلي الجديد من المباراة القادمة أمام نادي الطائي. هذا ومن المقرر أن يصل اللاعب الإسباني إلى جدة اليوم برفقة يزن الشريف الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، بعد أن تم إعلان التعاقد معه رسميا أمس قادما إلى النادي الأهلي من نادي سيلتا فيجو الإسباني. وبحسب ما تم ذكره في الصحف السعودية، فإن مشاركة اللاعب مع فريقه الجديد في مباراة الطائي في الجولة الرابعة التي تقام بعد غدا الثلاثاء ما زالت معلقة، وسيتحدد ذلك بعد خضوعه لتدريبات لياقية، ويتوقف الأمر على دخوله التدريب الرئيسي للنادي الأهلي قبل المباراة. وعلى سياق آخر، يستمر الحديث بشأن مستقبل نجوم النادي الأهلي خلال سوق الميركاتو الصيفي بعد تدعيم الفريق بالعديد من اللاعبين العالميين. وكشفت التقارير الأخيرة الواردة أن إدارة النادي الأهلي ستعقد اجتماعا مع الجزائري رياض بودوبوز من أجل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين على طريقة فسخ التعاقد بين اللاعب والنادي الأهلي، حيث بات اللاعب الجزائري بدون أي فرصة للمشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد انضمام العديد من اللاعبين الأجانب الكبار إلى النادي الأهلي في نفس مركز اللاعب. وعلى جانب آخر، يبدو أن النادي الأهلي لم ينهي ميركاته الصيفي بعد، حيث كشفت مصادر إعلامية عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع نادي الشباب بشأن شراء اللاعب متعب الحربي خلال الميركاتو الحالي. وارتبط اسم اللاعب متعب الحربي بالانتقال للأندية الكبار في الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيف الحالي، دون أن يحسم اللاعب وجهته حتى الآن. وفي مفاجأة سعيدة إلى جماهير النادي الأهلي، أكدت بعض المصادر الإعلامية مؤخرا أن رغبة اللاعب متعب الحربي الأولى هي الانضمام لصفوف النادي الأهلي، وينتظر اللاعب في الوقت الحالي موافقة إدارة نادي الشباب لإعطائه الضوء الأخضر للتوقيع للنادي الأهلي بشكل رسمي. وبناء على ذلك قام المفاوض الأهلاوي برفع العرض المقدم إلى إدارة نادي الشباب ليصل إلى 30 مليون ريال سعودي. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.